قالت لي ماما والله ما عرفته، ما نقدرش انا نضرب السي القيد. قالت لي ماما عاتقيني انا، شنو هذا الشيء واقع لي، عاتقيني يا ماما رغبي السي القيد، قول له انا كنترجاك. كاينين شي وحدين اللي كيعتقدوا كيظنوا ان البلاد راه سايبه. بعض المواطنين راه ما عرفتهمش مالهم مع القياد، ما عرفتهمش مع اعوان السلطه مالهم. تخيلوا معايا في الاونه الاخيره كاع اللي خدام في المخزن كياكل العصا. ديك المره تم طعن ضابط ممتاز على مستوى العنق. اما قيد نهار الخميس 21 مارس تم الاعتداء على قيد الملحقه الاداريه بمدينه جديده. اللي تعدى على قيد هو سائق ديال التريبورتور وامام المقر ديال الملحقه الاداريه، والسبب هو القايد شاف مول تريبورتور ما كيلتزمش بقواعد النظافه، ولاحظوا بانه كيرمي الزبل اعزكم الله بواحد الشكل اللي هو عشوائي. جا لعندو قال لي ما ديرش هكا. مول تريبورتور ميك عليه، بدا غادي في حالاته. القايد وقف لي في الطريق باش يحبسه. مول تريبورتور داز على القايد وجرو 30 مترو. القايد صاب الجروح في ايديه ورجليه. عيطوا لسيارة الإسعاف، نقلت القايد للمستشفى ديال محمد الخامس بالجديدة. إذن هذا النموذج الأول. ونهار السبت 22 مارس تعداو على قايد وأعون السلطة بالجديدة، نفس المدينة. جوج قياد تعداو عليهم، جوج قياد كلاو العصا. كل نهار قايد كيتعداو عليه. وفي ساحة الحنصالي كان واحد الأمر بتحرير الملك العمومي. القايد كان غادي وجا واحد السيد اللي ما بغاش يمتثل القانون، وحتى هو بدوره هز عصا وبقى كيضرب في القايد واعوان السلطه. تهز القايد واعوان السلطه وداهم حتى هما المستشفى باش يتلقاو العلاجات. عاود ثاني في هاد الايام هذه الاخيره كنشوفوا ديك السيده اللي تعدات على قايد نور الدين بالملحقه الاداريه ديال تماره. الصراحه راه كلشي المغاربه ما كيتقبلوش قايد تعدى عليه امراه او رجل، وشفنا التعليقات ديال الناس والردود الفعل ديالهم، وكلشي المغاربه بدون استثناء راهم ضامنوا مع القايد. والصراحه تحيه لي من هذا المنبر، حيت دمه كان بارد اولا، وكردة فعل ما ضربش السيده. كون كانت عنده رد فعل معاكسه، كون كانت عنده واحد ردة الفعل اللي ماشي هي هذيك، كان ممكن يصرفقها، كان ممكن يضربها. هي صرفقاته، هو ما ضربهاش. كون ضربها المشكل كان غادي يكبر، خصوصا من السيده كانوا خوتها تماكين وكانوا عائلتها حاضرين معاها. والقضيه الى كبرت واعوان السلطه بدورهم غادي يتدخلوا، وحتى حد ما غادي يعرف كيفاش يفضي داك المشكل. والمشكل ممكن يكبر، ممكن يسالب شي امور اللي ماشي حتى لهيه. المهم القايد هز ايديه وخلاها ضربه، ماشي ضعفا منه، انما خدم بعقله، حكم عقله في ديك الاثناء. في داك الوقت من الصعب بزاف ان الانسان يخدم عقله، ولكن حيت عارف ان القانون راه غادي يحميه، عارف القانون انه فعلا غادي يكون في صفه لما يتظلم، والسيده تهجمت عليه راه غادي تنال الجزاء ديالها بدون ادنى شك. واللي عارف ان القانون راه كاين في البلاد وكيحميه، راه ما كيدار مع حتى شي حد، راه ما كيتعرض لحتى شي حد، وكيخلي القانون يعطيه حقه، كيخلي القانون يجيب ليه حقه. وفعلا راه تم اعتقال السيده اللي هي صرفقات هذا القيد، وكاع اللي كانوا حاضرين بحثوا معاهم. والان راه المعنيه بالامر راه في السجن ديال العرجات، وكتشكي وكتبكي وندمت بدون ادنى شك على داكشي اللي دارت. ندمت على داك التصرف اللي قامت به، داك التصرف الغير العقلاني. بدليل الام مشات تزورها وسمعوا الام ديالها اشنو كتقول. ما عرفتوش السيد القايد، ما نقدرش نضرب السيد القايد انايا، لا ما تضربش بنتي. قالت لي ماما والله ما عرفته، ما نقدرش انا نضرب السيد القايد. انا قالت لي ماما ما نقدر، انا المخزن كنت كنحماق على ديك الخدمه ندخلها نخدم ليها. مني تزوج قالت لي ماما قالوا لي راه ما يمكنش تدخلي لهاد الخدمه. قلبت الحرفه بدات كتقرا الفرمليه. قلت لها اللي بغيتي يا بنتي حتى هي مزيانه. مشيتي زرتيها اليوم؟ اختي مشيت زرتها حاله. شنو قالت لك؟ قالت لي ماما عاتقيني انا، شنو هذا الشيء واقع لي، عاتقيني يا ماما رغبي السي القايد، قول له انا كنترجاك، انا كنرغبك السيد القايد، انا غلطت ولكن راه ما عرفاتوش. سمعتوا الام اشنو قالت؟ البنت راه ما عارفاش مع من كتعامل، راه ما عارفاش راه قيد. ما يمكنش السيده ما تعرفش القيد، ما يمكنش شي وحده ما غاديش تعرف شكون عون السلطه، حيت مشات لعندو حتى المكتب ديالو. واخا تكون ما عرفاتوش، راه ما عندهاش الحق تهجم على اي شخص
وتضربوا بداك الشكل. زيد عندك القانون في البلاد، زيد عندك القيد راه هضر معاها بدليل داو خوها للسلعه. يعني عرفات القيد هو اللي حزز على داك الشيء وداه الملحقه. يعني الام باش تغطي على الافعال اللي قامت بها بنتها بدات كتكذب. والله يسمح لنا من الوالدين ولنفترض انها ما عرفاتوش او تعاملت معه على انه مواطن عادي. يعني القيد راه خاصها تحترمه والمواطن العادي ما تحترموش. اذا هذه راه تصارى خايبه، هذه بساله فوق القياس. ولكن مع كامل الاسف سخونيه الراس كيف كتشوفوا كترجع بالبروديه. واللي دار شي تصرف ماشي هو هذاك، اللي دار شي فعل اللي ماشي حتى ليه راه كيتحاسب عليه. الام كتعطي تبريرات مع كامل الاسف اللي لا اساس لها من الصحه. هاد التبريرات ما غادي تنفع بنتها. من الافضل دير بنتها محامي باش يدافع عليها. الام كتقول بنتي دارت في المليه وزيد، ولكن هذا التصرف ما كيعكسش المستوى الثقافي ديال الانسان اللي هو قاري وواعي وسبق لي دخل المدرسه. الحمد لله كاين اللي كتلقاه عمره ما دخل المدرسه، كاين اللي كتلقاه ما قاريش، عنده الوعي، كيعرف كيفاش يفكر، انسان متزن. حيت كاين فرق كبير بين تكون قاري وبين تكون واعي. والتصرف الغير الاخلاقي ديما كيرجع لمولاه وكيتحاسب عليه في الاخر وكيندم عليه. ومع كامل الاسف نتساءل، مجموعه قياد على ربوع المملكه كيتعرضوا للاهانه، وسابقا شفنا في مستشفى ممرض اشنو وقع ليه. يعني راه ما بقاش الاحترام للموظفين العموميين. خاص المواطن يحترم الموظف العمومي. وإلا الموظف تعدى على المواطن راه من حق المواطن يقدم حتى هو بدوره شكايه في حق ذاك المواطن اللي اعتدى عليه بالحجه والدليل. القيد اللي تعرض للاعتداء عنده الحجه، عنده الدليل، كيبان السيد هاز يديه في الوقت اللي كيتعرض للاعتداء. وهذا الشيء اللي كنقصد بكلامي. القيد، اعوان السلطه، البوليس، الدرك الملكي كينظموا السير العمومي ديال البلاد. كل واحد كيدير خدمته، كل واحد كيدير داك الشيء المنوط به، وخاص المواطن يحترمهم. الا تعرض المواطن للظلم كيبقى القانون هو كلمه الفصل في هذه القضيه. ما كاينلاش تسب القيد، ما كاينلاش تعير عون السلطه، ما كاينلاش تعير بوليسي ولا دراكي، وما كاينلاش تشنق عليه. حيت في اخر المطاف غادي تجني على نفسك غير بالسجن. كيف ما وقع لهاد السيده اللي مشات حاليا السجن، البنت كتقول الام ديالها هضري مع القيد باش يسمح ليا. الانسان يتخايل واش شي حد يبهدلو ويصرفه في الشارع وامام الملأ وهو هاز ايديه، واش غادي يسمح لي من بعد؟ خصوصا من الفيديو انتشر بواحد الشكل كبير في جميع الوسائل التواصل الاجتماعي. ما كاين حتى شي حد الا وشاف داك الفيديو، ما كاين حتى شي حد شاف داك الفيديو الا وعطاه عائلته باش يشوفوه. خارج المغرب الفيديو انتشر، السيده بهدلات القيد بالتصرفيق لدرجه واحد المراه كبيره في العمر كانت تماكين استحيات من داك المنظر، وكردة فعل قالت لها ما تضربيش القيد، وقالت لها حشومه. اذا الاحترام ما بقاش بين المواطنين وممثلين الدوله. هذه تجاوزات خطيره بغض النظر على ان المراه تعتدي على الرجل، والقانون راه عنده كلمه الفصل في هذا الامر هذا. وكيخاص القانون يضرب من حديد اي مواطن تعدى على عون السلطه، اي مواطن تعدى على اي واحد. وكيف ما كنقولوا ما عندش اي واحد الحق يتعدى على اي شخص ثاني سواء كان رجل سلطه او مواطن عادي. اذا هاد السيده راه غادي تاخذ الجزاء ديالها. اي واحد ما كيحترمش ممثلي الدوله خاصو ينال الجزاء اللي كيستحقوا. هاد الشيء اليوم خاص يتعاد فيه النظر، خاص الهيبه ديال الدوله تبقى. الا تضرب القيد وتضرب البوليسي في رايكم وتهان الدراكي راه ما بقى ما يتقال. كلشي المغاربه كيتضامنوا مع المواطن المظلوم، والقيد كيبقى حتى هو مواطن كسائر المواطنين وتظلم. حتى هو عنده وليداته، حتى هو عنده الاسره ديالو اللي شاف داك الفيديو، وعنده والديه اللي بدورهم اللي شافوا داك الفيديو. صراحه القيد من خلال الفيديو بين اولا على الاخلاق ديالو الحسنه، بين على انه انسان ذكي، وقال راه القانون كاين. وبحال هذا القيد مثال يحتذى به. وما كنظنش قيد غادي يسمح لديك السيده بدون ادنى شك
غادي تاخذ العقوبة اللي كتراوح ما بين 3 شهور أو 2 أقل تقدير هي سنة. أي واحد كيفكر يهز إيديه ويتعدى على رجل سلطة أو عن سلطة أو امرأة خدامة في السلطة أو مواطن عادي راه غادي ينال الجزاء ديالو. وكيف ما شافوا الناس القيد كان باغي يقول لها ما تصوريش، والتليفون ما حيدوش ليها وما ضربهاش، والتليفون طاح لها من ايديها مني صرفقت القيد ومني صفعاته المرة الثانية والثالثة مشات تجري من بعد وهزات التليفون كيف ما غادي تلاحظوا في هذا الفيديو. هذا الشيء كنقولوه كنعملوه باش المسائل توضح لكم. اشنو رايكم نتوما كمغاربه؟ اشنو رايكم مواطنين في هذه القضيه اللي نتوما شفتوها وعايشتوها؟ واش خاصها تعاقب على داكشي اللي دارت ولا خاص القيد يسمح ليها؟ تحياتي لكم والسلام عليكم.